عارف ليه مهما شربت ميه النار اللي جواك مش بتطفي؟ انا حموضه المعده. تاكل من هنا وانا احبس لك اللقمه في زورك من هنا، تحس انك واكل قالب طوب مش سندوتش، واخلي اللقمه قاعده على قلبك بالثلاث ايام. انا اللي بوقف حال المعده. انا الحموضه اللي بتخليك تحس انك تنين بيطلع نار من بقك. شوف انا باجي ليه؟ تعال يا سيدي اقول لك. اولا لما بتاكل مقليات كتير او حراق، ثانيا بسبب شرب الشاي والقهوه، ثالثا انك تاكل كميات كبيره مره واحده، او انك تنام بعد ما تاكل على طول، او انك تكون عندك ضغط على المعده سواء في الحمل او السمنه. القلق النفسي المستمر بيزود افرازات المعده، والتدخين بيأثر على صمام المعده اللي بيمنع خروج الحمض، كمان بيحصل ارتجاع والم شديد. والحل ايه علشان تتخلصوا مني؟ كل وجبات صغيره، بلاش كبسه ومحشي قبل النوم. نومك ارفع مخدتك شويه، وخلي بين اخر لقمه والنوم 3 ساعات على الاقل. بالنسبه لمشروباتك، الموز والحليب البارد مطافي، والقهوه والشوكولاته بنزين. العلاج لو الحريقه زادت، فوار حموضه او حبوب مضغ بتمشي الدنيا مؤقتا. بس الاساس في بقك. يا تهدي اللعب معايا وتسمع كلامي، يا اما هقلب لك ليلك نهار، والنار اللي في صدري مش هتهمد الا لما تهمد انت الاول. اتفقنا؟